مسلسل لن أعيش في جلباب أبي للجميل نور الشريف الله يرحمه، من المسلسلات اللي دايما يقولوا عليها إن هي ملهاش مدة صلاحية. يعني ناس بتقدر تتفرج عليها أكتر من مرة، رغم إنهم بيبقوا عارفين الأحداث وحافظينها وعارفين إن هي بتخلص على إيه. لكن رغم كده أول ما بيتعرض في التلفزيون الناس كلها بتتفرج عليه من الأول خالص، كأنهم يعني معرفوش أي حاجة من الأحداث وبيستمتعوا فعلا بكل حلقة. فعلا من المسلسلات القليلة قوي اللي فيها الميزة دي، الناس بتحبها قوي. ليه بقى الناس بتتفرج عليها اكتر من مرة رغم ان هم عارفين ان هي ان الشخصيات اللي في المسلسل بتأدي الدور بتاعها ببراعة قوي. يعني مفيش ولا حد فيهم في الممثلين تقول مثلا دوره ما كانش لايق عليه، ده كان مثلا ممكن يجيبوا هنا حد تاني مكان الممثل ده، لا عمرك ما هتلاقي نفسك بتقول كده. بالعكس بتحس ان كل حد في المسلسل ده ما كانش ينفع حد غيره يجي. لا نور الشريف ينفع حد كان يجي مكانه، ولا عبلة كامل طبعا حد كان ينفع مكانها، ولا محمد رياض، ولا اي حد من الممثلين اللي كانوا في المسلسل كان ينفع ان حد تاني يجي مكانهم. ففعلا الشخصيات لايقه عليهم بشكل كبير جدا. فعشان كده المسلسل بيكون ممتع جدا جدا في احداثه. كمان مش بيبقى ماشي على رتم واحد، يعني بتحس كده في نقلات. في الاول كان هو لسه فقير خالص نور الشريف، وبعد كده بيبدا يغنى شويه شويه، فبتبدا تلاقي ان انت الاحداث مش ماشيه بشكل نمطي او شكل ممل. بالعكس بتلاقي فيه كل شويه في تغيير في الاحداث بتاعه المسلسل. فده اللي بيخليه فعلا من المسلسلات اللي رائعه جدا ولسه عايشه لغايه دلوقتي، لدرجه ان هو طلع ترند في فتره كده من الفترات، يمكن من سنه او حاجه، وطلع ترند على الفيسبوك. وساعتها بدأت كل القنوات تستضيف أبطال المسلسل من تاني، وكانوا مستغربين إن المسلسل عدى عليه يعني 20 سنة وأكتر من 20 سنة كمان، وطلع ترند والناس بتتفرج عليه ولسه حباه لغايه دلوقتي. فلا بصراحه مسلسل رائع جدا. فمن ضمن الحاجات برضو ان لما بيستضيفوا اي ممثل شارك في المسلسل ده، سواء بيستضيفوه يعني عشان خاطر مثلا عمل معين عمله الفتره دي وحابين ان هم يستضيفوه عشان خاطر يتكلموا عنه، لازم هتلاقوه في وسط اللقاء بيسالوه على مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. ده لازم حاجه اساسيه. فمن ضمن الناس دي برضو اللي سالوها على مسلسل لن اعيش في جلباب ابي كانت الجميله صفاء الطوخي. استضافتها منى الشاذلي قريب، وسالتها من ضمن اللقاء، سألتها على مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. فقالت معلومة كده عن عبلة كامل ما كانش حد يعرفها. منى الشاذلي كانت بتسألها بتقول لها انتوا كنتوا عمر واحد، يعني انتي وعبلة كامل كان عمركم واحد يعني، او اكبر منك حاجة بسيطة. فراحت ردت عليها قالت لها اه حاجة بسيطة لا تذكر يعني. فراحت قالت لها بس ادائكم ما تأثرش، يعني الناس كانت مقتنعة بالاداء وبالفترة العمرية مع ان انتوا صغيرين. راحت قالت لها ايوه عبلة كانت صغيرة جدا في المسلسل ده، عبلة تخنت مخصوص عشان خاطر تقدر تعمل الشخصية دي في النص التاني من المسلسل. عبلة ممثلة مش هيجي تاني زيها خالص. وفعلا كمان من ضمن المعلومات اللي قالتها برضو الفنانة الجميلة الله يرحمها ناهد رشدي، لما طلع في البرامج قبل كده قالت ان هي كانت اكبر في السن من عبلة كامل، رغم ان هي كانت طالعه في المسلسل ان هي بنتها. لكن رغم كده اداء عبلة كامل الفظيع خلى الناس ما تاخدش بالها خالص من موضوع السن ده نهائي. لان فعلا عبلة كامل كانت من اكتر الشخصيات المميزه قوي في المسلسل، هي ونور الشريف طبعا. كان دورهم فعلا الناس مصدقاه قوي، يعني فعلا تشوف المسلسل تحس ان انت مصدق ان دي فاطمه كشري، ومصدق ان هو عبد الغفور البرعي.